السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 18. ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله وبسيطه، وان شاء الله تقدروا تنفذوها. هنا معايا حطيت 3 بيضات، وحطيت رشة فانيليا، وحطيت معلقه محسن، وربع كوبايه ميه، وبدات اضرب كده لحد ما القوام يعلى. طبعا انا بميل الحله بتاعتي او البوله بتاعتي عشان المضرب يعرف يضرب كويس، زي ما انتم شايفين كده، لحد ما يبقى الخليط متماسك كده. هنزل عليهم ب250 جرام دي سبونج. الماركة اللي انا بشتغل بيها دريم، بصراحة ماركة كويسة جدا وبتهيألي يعني انا ما جربتش بصراحة غيرها. يعني انا ما جربتش غيرها، ما فيش الا مرة كنت جبت شكارة كده. مش عارفة كانت مش فاكرة والله اسمها بالظبط، بس من زمان اول ما اشتغلت يعني، بس ما عجبتنيش الصراحة خالص. لما جبت دريم بقى وجربتها، بصراحة من يومها لحد دلوقتي بشتغل بدريم. طبعا حطيت 250 جرام دي سبونج وضربتهم لحد ما عالوا خالص، والخليط تقل كده وبقى كويس يعني. حطيتهم في الحلة دي مقاس 18. بحط فيها ربع كيلو دي سبونج، بتطلع لي 4 طبقات زي ما انا عايزة يعني. بتطلع لي لو عايزة اشيل طبقة عينها مفيش مشكلة، لو عايزة اشتغل ب4 طبقات عاليين تمام، 4 وسط مفيش مشكلة. تمام. هي صاحبة التورتاية دي كانت طالباها، عايزاها بسعر معين يعني، وما تكونش عالية، مش شرط عندها ان هي تكون عالية. فقلت لها في عندي كذا 16 وعندي 18. قالت لي خلاص اعملي لي ليها في مقاس 16، اعمليها لي في 18 ومش مشكلة 3 طبقات مفيش مشكلة. فقلت لها خلاص، فعملتها وعينت آه، جزء منها كده في الفريزر يعني، اذا احتجت ولا حاجه سبونج ناقص مني او حاجه زي كده، او هبط مني او حاجه زي كده. هنا بقى معايا التورتيه طلعت اهيت. بدات طبعا سبتها لما بردت خالص، اسفه، بردت خالص، وبدات اشتغل فيها. ببدا اشيل القاع كمان زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى اقطع. ببدا كده اقطع على رقم 9. تمام. ممكن تقللي لو عايزة تقللي، ما فيش اي مشكلة خالص. انا كنت في العروض بعمل فوق رجل المنشار بحاجة بسيطة، ولو حسيت ان السبونج مش هيقضي كنت بقلل على رجل المنشار خالص. ما فيش اي مشكلة خالص. اهم حاجة تطلعي الطبقات اللي انت عايزاها. طبعا الطبقة دي ملهاش اي لازمة، والطبقة ديت في طبقة فيهم استغنى عنها لان هما طلعوا 4 طبقات، فانا عملاها 3 طبقات. معلش المقطع اللي بين ده وده مش عارفه اتمسح او حاجه يعني، وانا بحشي التورته. بس احنا حشينا التورت مع بعض كتير قبل كده. هي عايزاها من جوه فانيليا ومن بره شوكولاته زي ما انتم شايفين. فببدا كده عملت كريمه، وبدات اجلسها من بره كده بالكريمه بالشوكولاته. طبعا لو عايزه الكريمه تبقى نفس اللون ده، بتحطي جناش كتير بيديكي لون محمر شويه. وبتحطي معلقه كاكاو مش مليانه. تمام. طبعا بالطرنش كده بالسكينه بتاعتي، وببدا اظبط كده لو حسيت ان فيها اي حاجه، وببدأ بالمشط كده، وببدأ اظبطها كده عشان تبقى مشنشرة. انا ما عنديش مانع ان انا افضل اسوي فيها كتير لحد ما هي تبقى مظبوطة معايا. تمام. زي ما انتم شايفين كده، باخد من بره لجوه اساوي التورتايه بتاعتي. حسيت مكان واطي بزوده زي ما انتم شايفين كده. انا مفيش مشكله عندي زي ما قلت لكم ان انا افضل اجلس فيها كده، بس اهم حاجه الشكل بتاعي يطلع ما فيهوش غلطه. زي ما انتم شايفين كده على قد ما اقدر يعني.
بساوي كويس كده. طبعا لازم كل مرة امسح السكينة اللي انا بسوي بيها في العجان، او آه تمسكي كده اي حاجة وتشيلي من عليها الكريمة. المهم يعني تشيلي من عليها الكريمة وخلاص. الجناش بتاعي كنت لسه عاملاه على طول، كنت لسه عاملاه قبل ما اشتغل، لاني كان عندي اليوم ده كذا شغل، يعني كان هينزل لكم لسه كل فيديو لوحده. طبعا عشان الفيديوهات ما تطولش قوي عليكم وتزهقوا كده، فانا قسمتهم على كذا فيديو. في هيبقى في جاتوه وتورته، وفي هيبقى تورته تانية غير ديت، يعني هنبقى مع بعض ان شاء الله. حطيت كده الجناش من فوق، وهبدأ زي ما انتم شايفين كده اعمله. طبعا نخلي بالنا جدا من حاجتين. الجناش يا جماعة، الجناش لازم يكون دافي على قد ما تقدروا، عشان حتى لو التورتيه ما دخلتش التلاجة، يعني التورتيه دي ما دخلتش التلاجة، انا ما دخلتهاش التلاجة، بس الدنيا برد والجناش بيشد بسرعة، فلازما السرعة، ولازما الجناش يكون معانا دافي على قد ما نقدر. تمام، لانه بيمسك بسرعة. همسح بقى البورد كده، انا بس بهزها هزة كده. هنا بقى ببدأ كده اعمل وردات. دي الوردة المقفولة، عشان في نفس الشكل بالظبط بيديكي شكل تاني. تمام، هنا بدأت اعمل وردات كده. انا لحد دلوقتي لسه بفكر على فكرة، يعني انا بشتغل وايديا هي اللي بتجيب الشكل يعني. فيها هيحصل لقطة دلوقتي، إيه مش عارفة، هي في الفيديو ده لقطة كده، هنشوف هندريها ازاي. وانا مش هفصل الكاميرا، يعني كان بنتي بتقولي افصلي الكاميرا، قلت لها لا، عشان لو حصل معاكم. يعني انا اشتغلت على طول على الجناش، يعني كان عندي شغل كتير واشتغلت على الجناش، فده غلط. تمام، آه لان الجناش لازم يشد الاول، لازم يشد الاول، ما تشتغلوش عليه وهو لسه ما شدش. انا عشان السقعه افتكرت ان هو شد، وانا ما دخلتوش التلاجة، بس حسيت ان هو شد كده. بس هيحصل حاجه دلوقتي هنعالجها مع بعض على طول باذن الله. شوفوا شوفوا، هنا الوردات بتاعتي نزلت، يعني انا وقفت اصطدمت الصراحه، بس قلت مش هقطع المقطع ده. انا كان ممكن اقطع المقطع ده واكمل وخلاص وتمام، بس ممكن انتوا يحصل معاكم كده برضو وما تعرفوش تتصرفوا. فبصوا انا هعمل ايه. كل ده هشتغله وهمسح البورد، اهم حاجه نمسح البورد ونشوف هنشتغل ازاي تاني. طبعا انا برضو اشتغلت على طول، بس اشتغلت على طول ليه ما دخلتش برضو التلاجة. هو خلاص هو خد النزله بتاعته، خد مكانه، الجناش اللي مكانه خلاص نزل مع الروزيتات اللي نزلت. فمفيش اي مشكله ان انا اشتغل تاني خلاص، واخلص على طول وادخلها التلاجة. مش يعني انا هخلص الوردات على طول اهو معاكم، وهدخلها على طول التلاجة، مش هستنى. فمفيش اي مشكله، هي اتدارت خالص ومش بين اي حاجه. حتى في جزء هنا انا هداريه، يعني انا باخد بالي من كل التفاصيل. انا بحاول اخلي القناه ديت مش بس ان كنتوا تتفرجوا على تورتيه بتتعمل، ان انتوا لو بتشتغلوا او حابين تعملوا حاجه في البيت وحصل لكم موقف تقدروا ازاي تتصرفوا فيه. إيه، يا رب اقدر افيدكم بالقناه ديت على قد ما اقدر، وتكون القناه يعني تعليميه وكمان ترفيهيه، يعني انتوا تحبوا تتفرجوا على الحاجه، تستمتعوا كده بشغل التورت والحاجه اللي انا بعملها. زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا خلصتها. هبدأ كمان اعمل وردات كده زي ما انتوا شايفين. دي قمع اللي هو ورقة الشجر. تمام، فببدأ كده اعمل حاجات بسيطة، يعني حاجات بسيطة جدا، بس ان انا إيه اظهر الوردات بتاعتي. بصراحة اكتر تورتاية في الكذا تورتة اللي نزلوا مع بعض عجبت الناس وعلقوا عليها بكام، هي التورتاية دي، مع انها على فكرة بسيطة جدا، والتورت اللي كانت معاها كانت فيها الوان اكتر، بس الناس حبت التورتاية دي جدا. زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى هشوف اكتب ايه هنا. كانت عايزاني اكتب I love you mom.
زي ما انتوا شايفين كده. كان عندي توبر بقى من عيد الام اللي فات، كان عليه بنت ومامتها كده بيبصوا لبعض. هوريهولكوا دلوقتي. حبيبتي اللي قالت لي ازاي انا بطلع الحروف او كده. انا بطلع الحروف زي ما انتوا شايفين كده، بضغط عليها من الجهة التانية وبطلع الحرف عادي، مفيش اي مشكلة خالص، بس بالراحة وانا بطلع. تمام. خلاص كده. كده خلاص الاسم اتكتب. بالملمع بقى بتاع الدست، وهبدأ ألمع كده الحروف. أنا بصراحة شارية فرشة، والله يا جماعة شارية فرشة وأنا مش عارفة راحت مني فين، تاهت عن عينيا يعني. قلت أعمل بإيديا، ورجعت جبت اللي هي بتاعت مش فاكرة، المهم يعني اللي هي البتاعة ديت، وبدأت كده ألمع بها كده، طبعا نظيفة. بدأت ألمع بها كده، وبدأت هنا أحط فراشات، وحبيت أحط قلب كده هنا في المنطقة ديت، بس كنت لسه بفكر. حطيت القلب كده وبدأت أعمل حواليه كده إن أنا بس أبرزه. زي ما انتوا شايفين كده. وهحط بقى ايه شوية كنت راح احط شوية نجوم، ورجعت قلت لا خليها قلوب، قلوب بامبا كده. زي ما انتوا شايفين. خلاص كده يعتبر التورتاية بتاعتي خلصت. زي ما انتوا شايفين ده شكلها بقى. بجد عجبت الناس جدا، ويا رب تعجبكم. لو عجبتكم اكتبولي في التعليقات. وشكرا جدا على حسن المتابعة، ويا رب دمكم نعمة في حياتي يا رب. وشكرا جدا على كل اللي دخل معايا جديد، اكيد نورتوني طبعا. واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.